عادت قضية المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري السيد جمال بلماضي للظهور من جديد في وسائل الإعلام المحلية والعربية. المدرب الذي أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة وليد صادي في وقت سابق أنها طوت صفحته تماما، وأنها ستعين مدربا جديدا للخضر في قادم الأيام، خاصة بعد موافقته على فسخ عقده بالتراضي بداية، ثم تراجع عن ذلك وغادر الجزائر دون أن يتوصل الطرفان لأي حل. وأرسلت الهيئة الكروية الجزائرية يوم 4 فبراير الحالي إشعارا لبلماضي أكدت له من خلاله بأنها تعتبره مستقيلا من منصبه بسبب عدم حضوره للجلسة الأخيرة بين الطرفين، والتي كانت مبرمجة من أجل التفاوض حول فسخ عقده الذي ينتهي في شهر ديسمبر من عام 2026. ليتفاجأ الاتحاد الجزائري برد المدرب جمال بلماضي الذي طالب بكامل مستحقاته لغاية نهاية عقده المقدرة بحوالي 7 ملايين يورو. وأفادت مصادر إعلامية أن رد بلماضي بهذه الطريقة جاء بعد أن تأكد بأن الاتحادية الجزائرية لن تتركه مدربا للمنتخب الوطني بأي شكل من الأشكال. وأشارت المصادر ذاتها أن بلماضي منح الاتحاد الجزائري لكرة القدم مهلة 8 أيام لتسوية وضعيته، وإلا سيذهب للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل فض هذا النزاع. وفي غضون ذلك يبحث الاتحاد الجزائري لكرة القدم منذ فترة عن مدرب جديد للمنتخب الوطني الجزائري. وتشير آخر الأخبار الواردة أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش هو الأقرب لخلافة بلماضي على رأس العارضة الفنية للمحاربين، خاصة بعد أن أكد مواطنه جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا الحالي أنه ينوي مواصلة رحلته مع النسور النيجيرية. المدرب الذي قاد نيجيريا لنهائي كان 2023 أكد بعد الخسارة أمام كوديفوار في النهائي أنه سيأخذ إجازة ثم سيقرر مستقبله بعدها. نذكر أن عقد بيسيرو ينتهي مع الاتحاد النيجيري نهاية الشهر الحالي.